بدي منك انت ومظهر وبكري تضلوا بالحاره وما تفارقوها بنوب. عيونك يا سيدنا، انا كل النهار بالحاره وعم راقب الداخل والطالع منه. وبالليل؟ بالليل سيدنا ببيتي نايم. نايم ببيتك ولا ببيوت العالم اللي عم تسرقها؟ اعوذ بالله سيدنا، انا ماني حرامي بنوب. تعال مسعود. حاضر سيدي. شو سرق امبارح من دكانة البغجاتي؟ سرقت لطناجة كبار سيدي. مين اللي سرقون؟ عزوز سيدي. كذب سيدنا كذب. مسعود أمرك سيدي. روح جيب البغجاتي لهون. حاضر سيدي. دخيلك يا سيدي، دخيلك ما عاد عيدها بنوب، بنوب ما عاد عيدها. ولا عزوز نحن عم نقصر معك بشي ولا؟ ابدا يا سيدي ابدا، كل اللي عم بحتاجه عم باخذه منك. لكن ليش عم تسرق؟ سيدنا انا عادي ما هيك؟ هيك سيدي هيك عادي، الله يلعنها سيدي. العادة ما عاد يسمع فيها منوب. مش انه كل شي الرجال بده يشتغل تحت جناح عيلتنا، ما بده يكون حرامي، بدك تكون سمعته مثل النفجي. عم تفهم؟ امرك سيدنا امرك. ولا كل شي سرقته بدك ترجعه. شلون بدي رجعه شلون؟ شو فهمنا عزوز؟ خلص سيدنا رح رجع كل شي سرقته وهلا كمان. اسمعني منيح ولك حرامي، إذا بسمع إنك سرقت شي من الحارة أو برات الحارة قسما بالله لعلق مشناتك قدام كل العالم. عم تفهم؟ وعدك ما عاد تنعاد سيدنا. هيدا الطاير إذا بطير من الحارة بدي أعرف ليش طار ولعن مين وين بده يهدي. أنا بأمرك سيدي. دمي أمك بعتتني من شان قلك تعي لعنا بكرة، شنو رح نطبخ حراق بأصبعه، وجاي لعنا جمعت نسوان من بيت جيراننا وقرايبينا بدهم يشوفوكي ويقعدوا معك أختي. ما بقدر اختي، ما بقدر اتحرك من مطرحي، مانك شايفه بطني واصل لحلقي. تمشي بالحارة شوي شوي أختي، أنا بجي باخدك. ما بدي اختي ما بدي، وقولي لها لامك تسجلها لبعد ما قلعت، وانا رح سوي لكم طبخه قشه. قومتي بالسلامه. بالسلامة أختي. شو بدي اقول لك جميله، امك خبت لي المصاري اللي بعتهم معك ولا صرفتهم على اخوكي؟ والله ما بعرف، أنا أخذت المصاري من إيدك لإيدها، شو ساوت فيها؟ ما بعرف. ماشي الحال، قومي روحي قوام على البيت قبل ما يجي البلا تبعنا. بلا شو أختي؟ خيرية خانم تقلعت لبيت أهلها وراح جوزها يجيبها يا بعدي. ليش بقى؟ ليش ما دريتي؟ خيرية خانم بنته لأبو عزام جابت له البنت الثالثة لمرات. يوه قلعها بالليل وهلا راح يجيبها يا بعدي. إيه شو إيه حن قلبه. الله يجيب العواقب سليمة. ايه اخي بكرية، طلعتك من الحبس كلفتني الشيء الفلاني لانه كانت كتير صعبة وكان بده يحولوك على المحكمة. يا سيدي كتر خيرك، وهذا المعروف ما راح اسالك يا طول ما انا عايش، وانا خدام للاوادم. وكمان جبري افندي ما صار ابن حماي، كمان تدخل بالموضوع، حكى مع الكركون يعني مع نشأة افندي مشان يطالعوك، وبده يحكي معك جوزين كلام. يحكي معي بخصوص شو؟ والله ما بعرف، بس بجوز مشان تشتغل عنده بالارض تصير واحد من رجاله، واذا كنت منيح ما بيأثر معك بنوب. والله على راسي انت وجبري افندي، والله وانا من هالتكه من ايدك هي لايدك هي، انت وجبري افندي. هيك اخ، بدي اياك صقرت وابضاي وتسمع الكلمة. امرك. نديم. نديم بكري. اهلين طلعت افندي. نديم. مور معلم. جيت أخبرني عمي طلحان. نحن رايحين، خليك هون وانتبه منيح. على راسي صار. شرف بك شرف. شرف كري. هوني الله معكم، الله ييسر اموركم. هيك يا رب وهي أهدي. هلا انا بقمه روائي واستهاجي، وليه؟ يبعث لك داء السل، ما قلت لك ساوي لي كاس شاي. قومي قومي خرب بيتك شو مايطه. طول بالك، بس والله أنا زعلانة عليهم. قومي نلعب ليه؟ أنا؟ قومي نلعب قومي قومي، لا بدي سكر ولا سكرك ابو ملعون اللي اشربتك العمى بقلبك. اسمعوا هالسمعة يا جماعة، على أبو عزام حالف يمين ما يرجع لي خيرية طال ما هو عايش. وبالناقص منه ومن بنته، دخلك على شو شايف حاله فيها؟ بعدي على شو؟ لو الأنكى من هيك هذا شكري نص نصيص، تهجم علي بنص بيته، بده يضربني يا جبري. شو؟ ولا كله شقفة تأجير عنا وعم ياكل من خيرنا بيقوم بيطول علينا. أبو عزام شو قال؟ شو بده يقول يعني؟
شد على ايد ولاده وقلعني من نص بيته. على كل الحق مو عليهم، الحق عليك يا افندي اللي قللت قيمتك قدامهم. حق علي انا؟ ليش شو سويت اخي؟ شو غلطت انا؟ لو سمعت كلامي وكلام امك ما كنت وصلتنا لهون. شبك؟ ما صدقت انت طلع الطاوله تروح ترجع الخانه؟ مزبوط كلام اخوك جبري يامو، هي اخرة اللي ما بيسمع كلام اللي اكبر منه. بسيطه يا بسيطه، والله نزل لهم زلة الكلام، وما بكون جبري ابن ابو جبري اذا ما بمسح فيهم الارض قدام كل الخلق. وين رايح يا ابو جبري وين؟ رايح فرجيهم قيمتهم، وانت بتقعد بالمكتب لحتى خبرك. لا اخي اذا بدك تروح لعندهم بدي اروح معك. انت بتقعد بالمكتب وبس. اخوك عارفان شو عم يعمل. نشاط اللي طلع بكري من كركون؟ اي والله يا سيدي، بس بيطلب من اخوك جبري سيدي. ليش اخي جبري شو دخلوه؟ ما بعرف سيدي. روح جيب لي نشاط لعندي. شلون سيدي؟ امرك سيدي. نوري ساوي لي قهوه. طولي بالك اختي، طولي بالك. شو رايك اعمل لك كاسه زهورات روقي فيها دمك؟ ما بدي لك اختي، ما بدي. لو يطلع بايدي لاشرب سم مشان اخلص من هالعيشه وخلص اهلك من المشكله اللي حطيتهم فيها. يا خيريه حرام اللي عم تعمليه بحالك، انت مالك دخل. بس الرجال لك اخ منهم هالرجال، كل واحد بيطلع خلقه تقولي بيركبوا 100 عفريت. تقبري قلبي يا مطيعه، جيبي لي شويه ما زهر للصغيره، شو انه حليبي نشف، حاسسها ضعفانه ويمكن مرضانه. على عيني اختي، اضرب عليها لهالبنت، لك حتى ما حدا فكر فيهم شو بده يسميها. باين هالبنت من اولها حظات قلال. يلا تكي وبيكون ما زهر عندك. ان شاء الله بتقبري عظامي يا بنتي. لك شلون ابوكي قلبه طمع وما يشوفك ولا يسأل عنك. لك انت شو بتفرقي عن الاولاد؟ والله انت احلى منه. ان شاء الله بتقبريني. الله يحميكي ويكتب لك ايام حلوه يا رب. هلا هيك صرنا بنظرك يا مرات ناس شرشيح. بسم الله الحمد ايه الله يرحم ابوك، شو كانت اخلاقه عليك. لمين طالعين اولاده؟ لمين؟ بسم الله الحمد لله. الله والله لو بعرف هيك بده يصير ما كنت جوزته خيرية، حتى لو كان بده يزعل ابو جبري بذات نفسه. بس انا بورجيك يا مرات، انا بورجيك. بدك خيرية غصب عني؟ يا والله ما بتحلم بضفرها وانا ابو عزام. شبك يا عفاف؟ ليش عم تبكي؟ اشتقت لأمي. والله وأنا كمان. تعي نلعب على المرجوح. يلا اليوم عيدي، لا 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 لبست جديدة، لا 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 فستان الأحمر، لا لا بمشي وبتدلل، لا لا اليوم عيدي، لا لا لبست جديدة، لا لا فستان الأحمر، لا لا بمشي وبتدلل. ما بدي تركني خلاص. ما بدي اقتله. شو تقتله؟ شو يعني؟ يعني نحن نأهل ونسهل فيه وهو جاي لحتى يخانقنا؟ ما كان جاي يخانقنا. لا يا ابي بعد امرك يعني. جبري اجى لهون بده يفوت لعنا على البيت غصب عنا كلياتنا وياخذ اختي خيريه لاخونا. حتى لو كان جاي مشان هيك ما بصير تتعالق وتتخانق معه.
شنو جبري اخونا صهرك مراد؟ سيدي اهلين صهر. خلاص انت يا ابي والله العظيم جيتوا على باب بيتنا، هي زله كبير لإلنا ما حلوه. يا ابني نحن ما بدنا نكبرها مع بيت ابو جبري، ما بدنا نكبرها. شو يعني يا ابي؟ نخاف منه؟ مو قصة خوف ولا قصة ذل يا ابني. لكن شو القصة يا ابي؟ شو القصة بدك ترجع خيرية لمراد؟ لك مين قال بدي رجعها؟ كلامك يا ابي كلامك. لا ما رح ترجع اختك لجوزها، ما رح ترجع. لكن شو؟ ولك يا ابني نحن لازم نسكت مشان اختك وبنات اختك اللي بكسروا الظهر وبكسروا الراس كمان. على شو يا ابي؟ خيرية ساكنة بهذا البيت وطلع من هذا البيت ما في، شو بدهم منا؟ بضل مراد جوزها يا ابني. لك اخ من اللي عملوا باختي. بتعرف شو عمل لي عادي؟ عمل لي روح لعنده وغصه بسكينه يطلع له قلبه بايدي. لا يا ابني لا، اوعك تمد ايدك على صهرك، والله بكسر لك اياها كسر. يا ابي عدلنا بدك اياه لصهري مراد؟ مو الشغله بدي اياه واللي ما بدي اياه، لك مشان بنات اختك، فهم بقى انت وياه، اتركوا كل شيء على باول، فهمتوا؟ هدوا بالنا هدوا بالنا. شايف شو بده ابوه؟ شايف شو بده ابوه؟ بده جبري يجي امتى ما بده ويرجع خيريه لمراد، والله ما بصير. لك يا اخي يمكن ابوك بيعرف انه مراد رح ياخذ اختك يوم من الايام. سيدي انا ما بقدر ارفضكم طلب، بتعرفوا هالشيء سيدي، انا كل فكري انه انتم بعتوا خبر مع صهركم طلحه مشان اطلق سراحه لبكري. صحيح انا بعتت خبر لاخلاق سبيله، بس انا ما كان بدي اياه يطلع اليوم، قصدي كان بدي اياه يطلع باخر النهار مو باوله يا افندي. سيدي اذا بدكم هلا فورا بروحوا بلقي القبض عليه وبرجعوا لعندي على كركم. خلاص هلا مشي الحال، بس مرة تانية ما عاد تتصرف، لا ابعت لك واحد من رجالي او ببعت لك اخي جبري او اخي مراد، وغيرهم ما بترد على حدا ابدا، مفهوم؟ امرك سيدي بتأمر امرك. استاهل لهذا انت. الله يخلينا اياكم سيدي فضل خير. امرك سيدي. اعطيه سلاحه وجيب طلحة لعندي. امرك سيدي. حرك. السلام عليكم سيدي. كثر خيرك. السلام عليكم. شو بدي احكي لاحكي يا صاحبي. سيدي هذا اللي صار. معقول يقلع خيرية من بيته بس لأنه جابت له بنت؟ يا حيف رجال يا حيف، مو هيك بنحل الأمور، مو هيك الخناق والعياط ويسمعوا قصته لكل أهل الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك نحن ناقصنا فضايح بالحارة نحن. لا تخاف أخي عزام، كل الحارة بيعرفوا طيبة قلبكم ومعدنكم الأصيل. وهلا شو ناويين تساوي مشان الشغل؟ رح ترجع أنت وعمي وعزام على الفرن؟ آخ يا عابد آخ، والله مالي عرفان شو بدي لك. لا تنسى إنه جبري هو صاحب الفرن، يعني ما رح يمرق لنا إياه على خير، وخصوصا بعد ما قلعوا أبي من البيت. مزبوط كلامك، جبري ما بعرف لا قريب ولا غريب بالشغل. كيف إذا صار معه موضوع مثل هاد؟ يا سيدي ربك الرزاق، الشغلة لا وقفت على حكمت ولا على مراد ولا حتى على جبري. بكرة منلاقينا شي فرن تاني ومنشتغل فيه حتى لو كان برات الحارة. تفضلي اختي فوتي، ما في حدا غريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يسلم. تفضل. الله يكللك بالرضا. عادي اختي عادي. منشان هيك قالت لي مساعته انه ما فوت لبيت عمي وارجع، معناتها كانت خيرية يا دوب جاي من عند مراد. خير صار؟ في شي؟ بشو صفنا؟ لا ما في شي، بس صافن بالحكاية. اشرب شاي اشرب، كاستك بردة. يا الله. سمي بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يو وصلت مواصيلهم انهم يقلعوك انت كمان لك ابني؟ لا هدول العالم اكيد جنوا وما ضل عقل براسهم. صار لازم ينحط له الحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي قلت لك خليني أروح معك مشان نفضح أكثر بالحارة. لك هدول جماعة مو سائلين لا عن مكانتهم ولا عن سمعتهم بالحارة، لأنه بالأساس محرومين من اثنين.
بس العترة علينا نحن. شو بدها تحكي الناس علينا؟ يعني شو جبري؟ بتمرق لهم اياها هيك بدون ما ياخذوا جزاتهم؟ مرق لهم اياها إلا يشوفوا شيء بحياتهم ما كانوا يتوقعوا. يوح على هالعملة؟ إيه لا، صار لازم تصير بت بقى مشان يتعلموا كيف يتعاملوا مع اللي أكبر منهم. شو مشان خيرية؟ هذا الاسم ما عاد يسمعه بنوب. مراد، تنساني انه كان عندك مرة اسمها خيرية، مفهوم؟ خلص اخي مثل ما بدك، بس على الحب النبي طول بالك انت. امشي على المكتب، بكون عربي صار هنيك. الله معكم يا مهونة. اطلعي انت على اوضتك ارتاحي، اطلعي حاجتي تعب. بدي اياكم تهدوا حالكم شوي، شنو ما بدنا نكبرها مع عائلة عمك ابو عزام، وبعدين اكلوا نصيبهم مني ومنك ابن عمي. شو عم تحكي عربي؟ يعني هاد اللي صار قدامك بنسكت عليه شيء؟ لا ما بينسكت عليها ابن عمي، بس بعدين مو مستاهل مع هيك عائلة درويشة تعمل لها قدر وقيمة، وبعدين برجع بقول لك هن اكلوا نصيبهم مني ومنك بوسط بيتهم. لا مستاهل، الظاهر نسيوا مين هن ومين نحن. هدي شوي هدي لنشوف كيف بدنا نحلها. انت معنا ولا علينا ابن عمي؟ معكم ابن عمي معكم، بس بدنا نعمل حساب لبعدين. قصدي مشان حرمتك وبناتك. حرمتي وبناتي ما راح يصير لهم شيء. هدي شوي هدي لنشوف. ايه بس نحن هيك زدنا المصيبة بدل ما نحلها. وشلون يعني كان لازم تنحل؟ فهميني، كان لازم نقول لهم حقكم على راسنا، لا تؤاخذونا يا اسيادي. هلا مو قصدي، بس بصراحة لما اجى مراد ياخذ خيرية حسيته ندمان. بس يا مرت اخي، مراد غلط غلط كبير كتير لما ترك خيرية تطلع من بيته وهي لساتها نفس. هلا مزبوط هو غلط. سعدية مو راسك ها؟ علي الحلال برمي عليك يمين الطلاق. شكري صلي على النبي. والله يا سيف اللي عم تحكيه مرتك صح، بكره بنشف لها ريقها لحتى تشوف بناتها، بعدين حدا رضيان بطلاق خيرية. خلصنا بقى، حكيتوا اللي عندكم وهلا اسمعوني كلكم. أنا حلفت يمين إنه خيرية ما بترجع لمراد وما برجع عن يميني، والأولاد بدها تشوفهم غصبا عنهم. والمثل بيقول الكلب اللي بتجره على الصيد يا طول ما يصطاد، والرجال اللي ما بيرضى باسمته ونصيبه وما بيحترم مرته ابن ناقص منه من العيشة معه. يا بي شو مشان الشغل بالفرن؟ شو بدنا نشتغل هلا؟ بكره بنشوف الوضع بالفرن، إذا ما عجبنا بنروح بنشوف فرن تاني والرزاق رب العالمين. وانت يا بنتي لا تزعلي، نحن اللي عملناه كرمالك منشانك، لأنه كرامتك من كرامتنا، وأنا ما بسمح بالدنيا لحدا يدوس على كرامتي، كرامة أولادي وكرامة بناتي. شوفي زهرية، تقبريني بدي منك شغلة صغيرة. وشبكي ليش متلبكة كل هالشي؟ ليكون بدك مصاري مشان تعطيهم لجوزك. والله مستحية منك وما بعرف شو بدي اقول لك، بس بصراحة يعني زوزي مضطر هيك على مبلغ بدي اياهم اليوم ضروري. وين عم بيروح جوزك بهالمصاري كلها؟ وين؟ على حد علمي انه اخواتك عم يعطوه قد اجار 3 من العمال كل جمعة، بكفوه يفتح بيتين. ايه هذا طلحات متشارك هو واحد بسوق الغنم، وعم بيبيعوا ويشتروا بيطلع له هلا شروة مرتبة كتير، وفي منها قرشين مرتبين تسمى هيك كتير، يعني والله طلحت ما معه مصاري بكفوه. امري لله، رح بعطيك اياهم، بس بتعتبروهم دين ها؟ او اول ما بيصير معه مصاري من ورا هالشروه بترجعيهم. اكيد تقبريني، اكيد الهي خلينا اياكي يا كريمه يا حنونه يا ست الكل، انتي تقبريني. اخ والله ما كنت بعرف شو بدي اساوي لولاكي، تقبريني. هاتي نشوف.
ليكي يا الحنونه. الله يخلي لي اياكي فوق راسي يا حق. شكرا تقبريني. يا الله قطعت وبنرزع بريد. وجيب له لاخوك لعبه من هونيك. يلا اطلع. شوفي كريمه، ليش عم تعيطي على اولاد اخوكي؟ والله مو قصدي يامو، بس حميد من الصبح عم يضرب البنات. واذا ضربوا ابن عمهم يعني شو صار؟ بعدين مالك سمع اصواتهم عم تصوي صوي طول النهار. يلا ولي فار تضحي، خديهم للبنات وروحي قوام على اوضتكم. والله اذا بسمع حسكم الله يكون بعونكم فلا عندي وياها. لا حول ولا قوة الا بالله. روحي انت كمان، روحي معهم يلا. حاضر يا مو. ضربتك عمتك شيء؟ لا ابدا. قلي ها لا تكذب. لا ماما. هي تقبر قلبي تسترجي تضربك. لك انت الغالي، انت تقبرني، انت الغالي. وهي احلى كاسة زهورات لاحلى خيرية. تسلم ايديكي يا اختي. وايديكي. مطيعة، شوفي وش البنت مصفر ما هيك؟ لا ما بعرف. أنا خايفة تكون أخذت برد تقوم تضعف. لا يا وتفي من تمك بعدين إلا ما تجي اليوم أم سعدة تشق عليك وعلى البنت كمان. مزبوط كلامك. تقبري عظامي يا أمي إيه؟ الله يبعث لك أيام حلوة. غلط جبري هيك يعمل. غلط يروح لعندون. لك وانت التاني شو اخذك معه؟ شفته ماشي لبيت ابو عزام قمت رحت معه. وانت غلط. هيك امور ما بتنحل بهي الطريقة. في إلها طرق بتنحل فيها. انت وياه غلط ابن عمي. شو الحل ابن عمي؟ الحل عندك مراد. ايه اخي، الحل عندي وانا لحلها ان شاء الله. حلوة هي. وشلون بدك تحلها بعد ما حلف ابوها يمين؟ وحياة عيونك لرجعها ورجله فوق راسه. ايه اخي، انت بتعرف قديش غالي على قلبي، وانا ومركزي بخدمتك، بس فهمني شو بدك تساوي. اخي انا ما بدي اعمل لك شوشره بشغلك، انت اطلع براني وانا رح اتصرف. هيك لكان. ايه مثل ما بدك. لا تزعل مني اخي، هذا اللي بدي اياه. ايه على راحتك. السلام عليكم، انا رايح. لوين؟ رايح الشغل اخي. الله ييسر لك. السلام عليكم. الله ييسر لك. وانت الثاني لبقى تتصرف شيء من راسك بدون ما تستشيرني. الله وكيلك يا جبري افندي، لولا خاطرك وخاطر اخي مراد لكن فتت لبيت ابو عزام وقلبت عليه عواطيه. لكن معقول واحد مثل شكري شقفة شغير عنكم بالقهوه عم ياكل يشرب من خيركم هو وابوه اخوه يطول عليك؟ اي والله ما صارت بنوب. طولي بالك امي، ما صار طولي بالك. والله نزلهم زلة الكلاب. ليش؟ شو بدك تعمل معهم اخي؟ والله لا خليهم يندموا على الساعة اللي عرفوا فيها بيت ابو جبري. يعني هلا شو لازم نعمل اخي؟ من بعد اذنك جبري افندي، اذا بتحبوا تسمعوا رايي. احكي عمي مظهر احكي، انت صاحبي وبعتبرك واحد منهم. اول شيء لازم تعمله اخي جبري انه تقلع عزام وابو عزام من الفرن. شو نقلعون ما نقلعون؟ نقطع برزقهم يعني؟ لو مو تقلع شلون من كان؟ لا لك يا جماعة قطع الاعناق ولا قطع الارزاق؟ وليش هن ما حسبوها هيك سيد مراد؟ لما قلعوك انت والسيد جبري من بيتهم مو عيب عليهم؟ كلام مظهر مظبوط. هدول جماعة ما بجوز عليهم الرحمة، ما بينفع معهم السوق. بعدين انت لامتى بتضل بك هيك تشتوش ومشرشح؟ لك مو انت اللي وصلتنا لهون؟ يطول بالك جبري افندي، هو مراد ما بيقصده، بعدين هو كمان تحت الضرب وقلبه مليان اكثر منك، ولا بيصح له ولا يفرم من فرم، مو هيك اخي مراد؟ ايه مزبوط. لك
والله لكسر راسك كبير فيهم قبل الصغير. هذا الكلام بينحكى أخي، هذا الكلام. يا عمي بصار، شو قصدك بتقلي عمو عديل؟ يعني لازم تقلعهم وتبهدلهم قدام كل العمال والزباين، وتبهدلهم كمان لحتى يعرفوا انه مو جبريل ابن ابو جبريل بيسكت عن حقه. معك حق، هذا اقل شيء بقدر نساويه هلا. وانا شو بتريد؟ رقبتي سدادي بخدمكم بعيوني، ورقبتي لك على الموت وحياة عيونك. اصيل يا مظهر اصيل، هذا الصاحب بنشد فيه الظهر. شفت لي طلحت وخبرته اني بدي اياه؟ ايه شفته وقلت له، وقال لي اني في شغله عنده رح يقضيها وبيجي لعندك دغري. بالمناسبه شفت بكري قاعد معه بالقهوه. بكري؟ شو قعد طلحت مع بكري؟ هذا واحد ازعر ومشراني وفايت طالع على الكركون. ولهيك انا بدي اياه، لكن لايش توسطت له عند نشأة افندي لحتى يطالعوا؟ إيه بس اخي ما فهمت عليك، واحد مثل بكري شو بفيدنا؟ بعدين بتعرف، بكري له وقت بنعتازوا فيه، لأن أولاد الحرام بدهم ابن حرام مثل بكري. إيه مراد، أنت اليوم ما رحت على الفرن؟ لا ما رحت. طيب قوم لك وشك على الفرن دغري، طريقك وريني على القهوة. وإذا لمحت لي أبو عزام أو حدا من أولاده فورا تبعت لي خبر. مشي أخي مشي الأمور. مع إني ما بظن إنه اليوم ينزلوا على الشغل ها؟ يعني بركي نعم على قلبهم، مش إنه بيت أبو عزام وأولاده بيعبدوا القرش. أنا بحياتي ما شفته لأبو عزام تارك الفرن نهار واحد. لا يا ريت باينة عليه النعمة، عيل جرباني. مشي أخي مشي، أنا رايح بدك مني شي غيره؟ مراد، ما بدي يوصلني خبر لك عم تحوم حوالين بيت حماك. شو هالحكي يا أخي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه أنا عندي كرامتي بالدنيا كلها. هذا الكلام مظبوط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا بتسمح لي جبري أفندي؟ عود مظهر عود، لسه ما خلصت منك. أهلين عمي مظهر. أهلين أخي جبري، وحياة عيونك لخلي العيلة تمشي وتحكي مع حالها بالشارع. والله راح حط حطاطهم ومنشوف يا أنتو يا هني. بري عليك عمي مظهر، بري عليك. أنا مشان هيك بحبك، بدي منك هلا تفضي لي راسك على الآخر، ما عندك لا شغلة ولا عملة غير هي العيلة. اللي شو بتحب ساوي وأنا بخدامتك. شو هالشغلة الضرورية اللي بده ياني فيها حكمة بيك؟ وليش مراد وجبري ما اجوا لا على الفرن ولا على القهوة مالهم بالعادة؟ معقول تكون زهرية غلطت بكلمة هيك أو هيك مشان المصاري، أو جابت سيرة إنه عم بلعب قمار؟ لك لا، إذا زهرية ما بتعرف بالأساس إنه عم بلعب قمار، يعني شلون بدها تقلن؟ طيب شو بده مني؟ شو؟ شبك زهرية؟ وين سارحة؟ لا أخذ عقلك يتهنى، بردت قهوتك وما شربتيها تقبريني. لا ما في شي تقبريني، بس هيك كنت شاردة بشغلة محيرتني. شو هي زهرية؟ مو على حساب أنا مثل أختك؟ لا هيك شغلة بتخص زوزي طلحت، شغلة قاعلية يعني. بتخص الحكاية اللي هون؟ أنو حكاية حكمية؟ يوه شبنا زهرية شبنا، شو كم قصة صار عنا؟ قصة خيرية ومراد، لا تكونوا ناويين ترجعوها لخيرية. قال ترجع، ولك شو ترجع ما ترجع؟ نجوم السماء قرب لها. اصلا انا اليوم بدي اقول لامي خليها تدور على عروس لمراد وتزوجه، لازم يتزوج اخي. لكن شو مفكره انه هي خيريه رح نرجعها؟ يا عيني عليكي يا زهرية، شو بتفهمي؟ ايه هذا الحكي اللي بينسمع ودخلك. ايمت ناوية تقولي لامك على هالحكاية؟ انو حكاية؟ شبنا زهرية؟ جوازة اخوك الثانية؟ يعني بهاليومين لا تهدى النفوس شوي. أنا برأيي النار شعلة وشعلة، ومثل ما بيقول المثل دق الحديد وهو حامي. واليوم يا زهرية اليوم أحسن من بكرة، هيك بيقول المثل. هيك قلتي؟ إيه هيك والله. أنا سلفي مراد ما بتمنى له غير كل الخير والله. إيه بعرف حبيبتي، لأنك بنت أصل. يو تسلمي لي يا زهرية، شو إنك مزوقة. ولي على كسرتك. إيه والله ما بتحبي الخير لأخوك ابن أمك وأبوك لتحبي الخير لأخي. يا الله رح تفلقني سلسلة السرحان اللي انت فيها. شو عم بتفكري لك حرباية؟ شبكي زهرية؟ ما في شي تقبريني، ما في شي. ايه مثل ما بدك، رح ضب القهوة. معقول كل هالصيغة والذهب موجودة مع أمي ومخبيتها بصندوق صغير، وعم تحرمنا نحن بناتها من هالنعمة وهالمصاري كلها اللي معها؟
وبدها تديني المصاري دين لطلحت. هي المصاري كلها من حق المرحوم أبي الله يرحمه، ومن حقنا نحن كمان. لكن قدروا يضحكوا علي بشوية مصاري اشترينا فيهم بيت وبيقولوا لي هي حصتك من الورثة.